خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، وتزوجها وهي بنت 9 رضي الله عنها وأرضاها. لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق، قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ألست أخي؟ قال: بلى. قال: أو تحل لك؟ يعني نحن أنا وأنت أخوان، فكيف تتزوج بنت أخيك؟ قال: أو تحل لك؟ قال: أنت أخي في الإسلام وهي حلال لي. فتزوجها صلوات ربي وسلامه عليه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، يأتي بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة من حرير، فيعرضها عليه فأكشف فإذا أنت، فأقول: إن يكن هذا من الله يمضه. وقالت عائشة رضي الله عنها يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منه وشجر لم يؤكل منه، فأين أو إلى أين تأخذ بعيرك؟ قال: إلى الشجر الذي لم يؤكل منه. تكني أنها هي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل عليها رجل غيره، رضي الله عنها وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وصفية وجويرية وأم حبيبة، كلهن رضي الله عنهن تزوجن غير النبي قبله صلى الله عليه وسلم. والبكر الوحيدة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة